الزمالك يتعادل مع المريخ السوداني ويصعب أموره في دور المجموعات. الزمالك من ماتشين قدر يجمع نقطة واحدة بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في القاهرة، والتعادل مع المريخ السوداني النهاردة 0-0 في ليبيا. المباراة القادمة مع الزمالك في دوري الأبطال مع الترجي في تونس، فالمباراة صعبة جدا، خصوصا إن الترجي النهاردة عنده ماتش مع شباب بلوزداد، والنتيجة طبعا في الجزائر، ماتش في الجزائر. في المباراة ديت لو شباب بلوزداد فاز على الترجي، هيخلي الترجي ما عندوش أي فرصة غير إنه يفوز على الزمالك في تونس. فالزمالك محتاج يعمل معجزة بالفوز على الترجي رايح جاي، لأن الجولة الثالثة الترجي في تونس والجولة الرابعة الترجي في القاهرة. فالموضوع صعب، مش هينفع أقل من على الأقل تتعادل مع الترجي وتفوز عليه هنا في القاهرة. لكن أي نتيجة غير كده هتصعب المأمورية جدا، خصوصا إن الزمالك منذ فترة كبيرة جدا ما حققش فوز في دوري الأبطال. النهارده فيريرا طلع بتصريحات غريبة بصراحة، طلع بيتكلم هو ليه الزمالك ما تحسبلوش ضربات جزاء في دوري الأبطال، والنهارده كان ليه ركلتين جزاء. لكن هي التحكيم في افريقيا غير التحكيم في الدوري المصري. التحكيم في مصر طبعا احنا عارفين من قوه الاهلي والزمالك والضغط على الحكام، لكن بره ما بيعملوش حساب لاي حد. وبعدين حكام افريقيا برضو بيبقى في عنده اخطاء، لكن المباراه النهارده كانت بتميل للمريخ، وانا شايف ان التعادل النتيجه عادله.